كان فيه زمان أخين عاشوا سوا الاتنين في مصر العزيزة الغالية. لكن الزمن فرق بينهم، ومرت سنين ووراها سنين. وفي يوم من ذات الأيام حضرت الأخ الكبير ساعات الموت. قعد مع ابنه يحكي له كل اللي راح. خير يا والدي. خير يا حسن يا ابني. قالوا لي في القصر انك طالبني في الحال. تعالى قرب من الفراش يا حسن. ايوه يا والدي. ولا اقول لك يا مولاي الوزير شمس الدين؟ انا ابوك يا حسن، وهتكون لك الوزارة من بعدي. ربنا يطول في عمرك. اسمعني. سمعك. زمان كنا احنا 2 اخوات، انا شمس الدين وليا اخ اصغر اسمه نور الدين. وبعدين؟ اتعاهدنا في يوم ما يفرقناش غير الموت، لكن الايام قاسية يا ولدي. ايه اللي حصل يا والدي؟ اتعاهدنا نكون جنب بعض للنهاية، واتعاهدنا إن خلفنا يكونوا ولادنا لبعض. لكن الدسيسة بعدتني عن وطني، وسبت أخويا هناك مش عارف مصيره إيه. وسبته ليه؟ سبته عشان دب الخلاف بينا. عرض عليه السلطان يكون وزير، وفضلت أنا تاجر زي المرحوم والدي. ومن ساعة ما بقى الوزير نور الدين واتغير حاله وكل أحواله، اتجبر وشال في العالي حتى عليا أنا اللي اسمي أخوه. دب الخلاف وتركت له البلد ورحلت من يومها. وبعدين يا والدي؟ لما وصلت هنا في بلاد ما بين النهرين، أواني راجل طيب كان قاضي المدينة كلها. عجبه شكلي وعجبه حسن أخلاقي. فضل جنبي لحد ما وصلني وبقيت وزير البلاد، واتجوزت وخلفتك انت بس يا حسن. وقلت مدام الأجل قرب لابد أحكي لك حكايتي. مين عارف، مش يمكن يحصل نصيب وتقابل عمك وتعود المودة والألفة من تاني. ده احنا متعادين، والعهد يا حسن سيف على الرقاب.